بعد ما عرفت خبر موت لاعب الزمالك إبراهيم شيكا ربنا يرحمه بسبب السرطان، كنت باسأل نفسي ليه في حالات مرضى سرطان بيخفوا تماما وحالات تانية لأ؟ عندك مثلا لاعب برشلونة إيريك أبيدال اللي اتشخص بورم في الكبد سنة 2011 لكنه رجع للتدريبات سنة 2012 بعد ما تعافى تماما، وستيليان بتروف لاعب وسط أستون فيلا اللي تم تشخيصه بسرطان الدم ليوكيميا سنة 2012 وخضع للعلاج وبعدها رجع للتدريبات من جديد. أمثلة كتير لناس كسبت المعركة وناس تانية للأسف ما قدرتش، والحقيقة لما بحثت لقيت إن في باحثين من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان وكلية بايولور للطب في أمريكا اكتشفوا إن سر العلاج بيكمن في حاجة اسمها التشكيلة الثلاثية، وده ببساطة معناه إن عشان الجهاز المناعي يقدر يقضي على الورم بفاعلية لازم 3 أنواع خلايا يتجمعوا في نفس المكان ونفس التوقيت بالظبط عشان يقدروا يهاجموا الورم صح. الخلية الأولى هي الخلايا الشجيرية أو الدنترتيك سيل، ودي بتشتغل كأنها الكشاف بتكشف مكان الورم وبتعرضه على باقي الخلايا. والخلية التانية هي الخلايا التائية المساعدة أو الهيلبر تي سيل، ودي بتشتغل كمنسق بتصدر الأوامر لباقي الجيش عشان يهجم. أما الخلايا التالتة فهي الخلايا التائية القاتلة أو السيتوتوكسيك تي سيل، ودي المنفذ اللي بيهاجم الخلايا السرطانية نفسها. المشكلة إنه لو خلية واحدة من التلاتة دول مش موجودة لأي سبب الجهاز المناعي بيتلخبط وبيفشل في إنه يتصرف حتى لو كان قوي، وعشان كده العلماء دلوقتي بيشتغلوا على تقنيات تخلي ال3 خلايا دول يتجمعوا جوه الورم في نفس اللحظة، وساعتها علاج السرطان ممكن يتغير بالكامل ونسبة الوفاة تقل جدا بإذن الله. ما تنسوش تدعوا لإبراهيم شيكا إنه ربنا يرحمه.